السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل شوربه مغذيه جدا جدا وحلوه قوي. هنعمل النهارده ان شاء الله شوربه اليقطين، وهنعملها كمان من غير كريمه، وهنعملها بطريقه سهله جدا والنتيجه حلوه قوي. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل الشوربه الجميله دي ازاي. معلقه سمنه، وهضيف قطع يقطين، عليهم قطع جزر، بصلايه خضراء او بصل احمر اللي تحبي طعمه يعني ضيفيه. انا عموما في الشوربه بحب قوي طعم البصل الاخضر. هشوح بقى الكلام ده كله كده مع بعض. خلاص كده المكونات خدت تشويحه تمام والريحه كده ظهرت. هضيف ليها مقدار من الشوربه، اي شوربه بقى تحبيها، شوربه لحمه، شوربه فراخ، كله بيطلع زي الفل. طبعا انا مش هحط توابل ولا اي حاجه، بس هظبط الملح لو محتاجه ملح، لان الشوربه اصلا انا خدماها في التوابل. اهدي النار وهغطي الحله وهسيب المكونات دي لحد لما تستوي مع بعض كويس قوي. تمام كده، خضار الشوربه كله استوى وزي الفل. هطفي على كده وهستنى لما الشوربه بالخضار كده تهدى شويه. بعد كده هضرب الشوربه يعني بالهاند بلندر او ممكن بالخلاط، الاتنين نتيجتهم واحده وزي الفل. وده الشكل النهائي للشوربه، بصوا ده قوامها. خلاص كده شوربتنا الجميله خلاص خلصت. معاها بقى شويه عيش محمص وكله يبقى تمام. تعالوا بقى مع بعض نشوف النتيجه. بصوا وقوامها كمان جميل جدا. عايزه اقول لكم طعمها تحفه قوي، جميله جدا. وممكن برضو تضيفوا ليها كريمه، بس بصراحه انا حبيتها من غير الكريمه، بتبقى طعمها كده حلو قوي واخف. بس طبعا سواء بكريمه او من غير كريمه بتبقى تحفه جدا في طعمها. يا رب النهارده الوصفه البسيطه دي تكون عجبتكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناه.